والأوقى. وأما أهل بيت الرسول لماذا سماهم ثقل أيضا؟ يقول لك ثقل رسول الله، وخلف ابن أم مكتوم على ثقله، خلف عليا في تبوك على ثقله. لماذا هم الثقل؟ عترته أهل بيته. تعرفون لماذا؟ لأن التمسك بهم وموالاتهم تجر إلى المشاكل والمحن. أي والله، من بعد رسول الله إلى يوم الناس هذا. لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أمرنا معشر أهل البيت صعب مستصعب. صعب. تريد أن تحبنا؟ أن توالينا وأن تظهر هذه المحبة وأن تدفع عنا؟ ستبتلى. ومن قبله قال جده أبوه علي عليه السلام أبو الحسن، قال: وقد قال له رجل: والله إني لأحبكم أهل البيت. قال: فاستعد للفقر تجفافا، أو قال جلبابا، ستفتقر. في روايات: استعد للبلاء. ويروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: دخل أحدهم على أبي الإمام جعفر الصادق محمد الباقر عليهما السلام، قال له: كيف أصبحت يا إمام يا أبا جعفر؟ قال: الحمد لله، أصبحنا برسول الله خائفين والناس به آمنين. الله أكبر. بسبب أننا أبناء رسول الله نقتل ونذبح ونسجن ونطرد ويقتل ويسجن ويعرقب ويقطع أحبابنا وشيعتنا، لأننا فقط أهل بيت رسول الله. هذه حالتنا. قال: وأصبح الناس كلهم، يقول كلهم، بنا آمنين. والناس الآن آمنون لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، دين رسول الله، دين محمد. عجيب. قال: هل رأيتم أعجب من هذا الأمر؟ هل رأيتم أفصح وأوجز من هذا الجواب؟ قال: الحمد لله، أصبحنا برسول الله آمنين، وأصبح الناس كلهم، أصبحنا برسول الله خائفين، وأصبح الناس كلهم به آمنين. قال: هذا حالنا، هذا ما فعلته أمة محمد بنا بثقل رسول الله. هذا السؤال لعلماء السنة الآن في هذا العصر. هذا السؤال للعلماء. تأتيني ب1000 من علمائهم وأسأله سؤال، محبو أهل البيت، أولياء أهل البيت، أسأله سؤال العلماء الذين يعرفون الشافعي ومالك وأحمد وابن تيمية وابن علي وشعبة ويسمون لك. أسألك: كنية الحسن ماذا كان؟ والحسين؟ لعلهم يسمعون الرافضة والشيعة يسمون الحسين بأبي عبد الله، فلعلهم سمعوها أن الحسين أبو عبد الله، يكنى أبا عبد الله الحسين. فالحسن نحب أهل البيت، ويعني إنما هما سبطان، وابنة نبي الله فاطمة وابنها. الحسن أبو من؟ والحسين أبو من؟ حين يذكرون مثلا الحسن البصري أبو فلان، ويذكرون البخاري أبا فلان، والإمام مسلم رحمهم الله أبو فلان، والنسائي أبو فلان، يعرفونه. أبو العباس ابن تيمية أبو العباس، من لا يعلم أبا العباس؟ طيب، فالحسن يا أهل السنة تحبون أهل البيت وتوالون أهل البيت، أبو ماذا كان الرجل؟ أسألك أنا، هذا السؤال ليس للعامة، أنا أعلم، العامة لا تعلم. من كل 1000 ألف، من كل 1000 لا يعلم 1000، وأشهد الله لا يعلمون أن الحسن أبو كذا أبو فلان. والعلماء من كل 1000 كم؟ هات ارفعوهم يجيبوكم هم، الآن سيتبينون وسيسألون. اللهم صل على أبي محمد الحسن، كان يكنى أبا محمد، لكن الحمد لله نحن أهل السنة لا نعلم وما لنا. الحسين قال عليه صلوات الله فيه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذه التي فوتها علينا الأشياخ، كما قال السلفي وأمثالهم: نتعبد الله، ما قال نتقرب إلى الله، أريتكم إياه، قال نتعبد الله بحب ابن تيمية. لو سمعوها من المتصوفة قالوا شرك أكبر، لأنه العبادة لا تكون بكذا، فأدخلوهم ثم سبوا نساءهم هكذا. إنما يتعبدوا هم الله بحب فلان، هذا دين، هذا توحيد، أخوان. سمعت؟ إنما أحب الله من أحب حسينا،
أين كانت؟ فلو أن الله من عليك فأحببت الحسين والحسن وفاطمة وعليا، وسيأتي الحديث الذي كذبه ابن تيمية في هذا، سيأتي الحديث، كان من الله عليك بعمل يسير ودرجة علية. أحب الله من أحب حسين، فلما حجب عنه ولما أخر عنه؟ الأصل أن المسلم لا يمل سماع هذا حتى يحفظه ويدين به ويأطر قلبه عليه. ولن تحب أحدا حتى يمن الله عليك أو أن تعرف هذا الأحد. فكيف تحب الحسين وأنت لم تسمع عن الحسين، ولم يسمعك الأشياخ أمر الحسين ولا مذبحة الحسين، ولا كيف سم الحسن، ولا كيف قتل ابنه في حجره، ولا كيف قتل وهو يشرب الماء. متى سمعتم؟ كلام ليس للشيعة، هذا كل عام يعاد عليهم ويبكون وينوحون ويلطمون.